مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. وزي ما شفنا في الجزء الاول الوظائف لبعض المصارعين قبل ما يتشهروا ويخشوا عالم المصارعه، فتعالوا نستكمل بقيه السلسله وندخل على الجزء الثاني ونشوف بقيه المصارعين كانوا بيشتغلوا ايه برضو قبل ما يلعبوا مصارعه ويتشهروا. وقبل ما ابدا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. ونبدا باول مصارع هنتكلم عنه وهو الاسطوره الاندرتيكر. طبعا اندرتيكر ده يا جدعان مصارع عصر كل الاجيال في المصارعه، ومفيش مصارع اظن ان هيجي زيه تاني، وكمان صعب ان يجي مصارع زي اندرتيكر يحقق عدد الانتصارات والماتشات اللي اتلعبت في عرض راس المنيا زي اندرتيكر كده. طب واحد زي اندرتيكر ده تفتكروا كان بيشتغل ايه قبل ما يدخل عالم المصارعه؟ اندرتيكر كانت وظيفته محصل ديون، يعني بمعنى كده ان هو بيحصل اقساط اللي عليه دفع فواتير بيدفعها كده يعني. ودي كانت مهمة الاندرتيكر، ودي وظيفته كان قبل المصارعة. لا وكمان بيقول لك ان طوله وشكله كان بيساعد ان هو يخلي الناس تدفع على طول، ما كانش حد بيتأخر عليه بصراحة في الدفع، وده على حسب الكلام اللي اتقال. بس الصراحة تخيل كده يعني اندرتيكر بيخبط عليك الباب عشان يقول لك هات الفلوس اللي عليك، ما هتعمل ايه؟ وكمان اندرتيكر وهو صغير كان عضو في فريق كرة السلة لما كان في مدرسة الثانوي، وطبعا لما كبر انضم للفريق بتاع الجامعة وبقى عضو اساسي في فريق كرة السلة بتاع جامعة تكساس، ودخل كمان معاهم في موسم الماتشات في سنة 1985. وبعد كده اندرتيكر انضم لعالم المصارعة وبدأ مسيرته اللي احنا شفناها كلنا. ونروح للمصارع التاني وهو الجريتست اوف اول تايم جون سينا. طبعا مش محتاج اتكلم عن جون سينا، كفايه ان هو اكتر مصارع حقق القاب عالم في تاريخ الدبليو دبليو اي كله. وغير كده كمان جون سينا هو واجهة الشركة. لكن هو بقى قبل ما يوصل لده كله كان بيشتغل ايه؟ جون سينا نفسه يبقى لاعب كمال اجسام، وطبعا اول حاجة عملها علشان يتجه انه يعرف يعمل كده ويشتغل ويبقى حر نفسه، اول حاجه ساب المدينه بتاعته اللي هو كان قاعد فيها وراح مدينه كاليفورنيا. اشتغل عامل في شاطئ فينيسيا، كان شويه ينظف الشاطئ على شويه يغسل المواعين كده يعني. واكتر شغلانه اشتغلها جون سينا هو مشهور بيها ان هو كان سواق ليموزين. وطبعا جون سينا كان بيحاول يوفر فلوس على قد ما يقدر علشان يغطي احتياجاته، وعلى حسب كلامه كمان كان بيبات في الليموزين دي عشان ما كانش معاه فلوس كويسه يجيب سكن. وواحده واحده لحد ما جون سينا بقى لاعب كمال اجسام، ومن هنا بدأ يدخل عالم المصارعه وبقى جون سينا اللي احنا نعرفه دلوقتي. ونروح للمصارع اللي بعده وهو الفايبر راندي اورتن. راندي مولود اصلا في عيله كلها مصارعين، وده اللي خلى راندي اورتن اصلا من صغره نفسه يبقى مصارع، لان ابوه يبقى المصارع كاوبوي اورتن وعمه يبقى المصارع باري اورتن، وده اللي مخلي راندي اورتن عنده شغف كبير ان هو يبقى مصارع لما يكبر. وراندي اورتن بعد ما اتخرج من مدرسه الثانوي انضم لقوات المشاة البحريه الامريكيه، والمفروض تبقى خدمته 4 سنين، لكن هو ما كملش سنه على بعض اصلا واتطرد، وده بسبب غيابه الكتير ومخالفته على طول للاوامر، وما كانش بيسمع كلام حد. وبعدها جت فرصه لراندي ان هو يتدرب على المصارعه في ستانفورد، وبعدها انضم للدبليو دبليو اي على طول، بس دخل الاول معاهم الاتحاد التطويري بتاعهم وهو اتحاد الاو في دبليو، ده زي عرض الان اكس تي كده يعني في الدبليو دبليو اي حاليا. ومن بعدها اتصعد للروستر الرئيسي على طول في 2002، وبقى المصارع راندي اورتن اللي احنا شايفينه دلوقتي، وهو اصغر مصارع في الدبليو دبليو اي يشيل لقب العالم. ونروح للمصارع اللي بعده وهو الكينج في الدبليو دبليو اي تريبل اتش. وطبعا تريبل اتش غني عن التعريف جدا، مش هقول لك انجازاته ايه، بس كل اللي هقدر اقوله لك كفايه ان هو متجوز بنت صاحب الاتحاد او اللي كان صاحب الاتحاد اللي هو فينس ماكمان. بس هو تريبل اتش اصلا كان بادئها ازاي من قبل دبليو دبليو اي؟ تريبل اتش شيء شويه حلوين كده قبل ما يخش دبليو دبليو اي. اشتغل في الاول خالص بياع جرايد، وبعد كده اشتغل طباخ في سلسله مطاعم وينديز. بعدها تريبل اتش طور من جسمه جدا وعمل كتله وبنيه عضليه كويسه جدا، وبعدها بقى مدير الجيم في نشوه، وبسبب الفورمه بتاعته اللي كان ظابطها دي دخل بطوله وكسبها، ودي كانت بطوله نيو هامبشاير للاشبال. وواحده واحده لحد ما دخل عالم المصارعه، وحاليا تريبل اتش بقى هو المدير التنفيذي للاتحاد الدبليو دبليو اي. ونروح لاخر مصارع هنتكلم عنه وهو الوحش بروك ليسنر. طبعا يعتبر واحد من اقوى المصارعين اللي دخلوا في مجال المصارعه عامه، ده طبعا غير انجازاته الكتيره، وكسر سلسله انتصارات اندرتيكر في راس المنيا، ده غير ان هو المصارع الوحيد اللي كسب بطوله العالم في الدبليو دبليو اي وكسب بطوله العالم في اليو اف سي كمان. طب واحد زي بروك ليسنر ده برضه بداها ازاي قبل ما يدخل عالم المصارعه؟ بروك ليسنر في الاساس اصلا هو مزارع، لان هو نشأ في عائله ريفيه واشتغل فتره بعدها في اعمال البناء. وكمان بروك ليسنر لما كبر شويه ودخل الجامعه كان مصارع هاوي، وكسب بطولة القسم الأول للوزن التقيل في الرابطة الوطنية لرياضات الجامعات NCAA عام 2000، وهو كان ساعتها مع جامعة مينيسوتا في البلد بتاعته. وبرضه بروك ليسنر لعب شوية مع فريق مينيسوتا فايكنج في كرة القدم الأمريكية اللي هو NFL. وقبل برضه ما يخش ال WWE بشكل رئيسي دخل برضه الاتحاد التطويري
بتاع دبليو دبليو اي الصغير، واللي هو اللي كان ساعتها اسمه الاو في دبليو، لحد ما بقى متمكن وتصعد على طول بسرعه للروستر الرئيسي، وبقى واحد من النجوم الاساسيين في الاتحاد. وزي ما انتم شايفين بروك ليسنر على الحلبه لقبه الدبابه البشريه، وده حقيقي فعلا بسبب ان بروك ليسنر بينفخ اي حد بيقف قدامه. وهنا اكون خلصت معاكم الحلقه، وزي ما شفنا المصارعين ازاي كان ليهم ماضي، وازاي تعبوا في حياتهم قبل ما يدخلوا عالم المصارعه، وكل واحد فيهم كانت بدايته مش سهله. وبس كده يا معلم. ولو ما كنتش شفت الجزء الاول من سلسله وظائف المصارعين، هسيب لك اللينك تحت. سلام.